لو الحكام الاجانب حكموا كل مباريات الدوري السعودي الهلال ينافس على الهبوط. يا شيخ احترم عقولنا تكفى. احترم والله احترم عقولنا. طيب عندك احصائيه يا اخي عيب والله في ناس قاعد تناظرني. والله عيب والله عيب الطرح ده والله عيب. بالنسبه لك يهبط فيصل ينافس على الهبوط يا رجل. فيصل ابو تركي ابو تركي فيصل بالارقام الان الهلال لم يخسر الا نقطتين مع الحكم المحلي. شوف قبل شوي يا رجل الموسم اللي راح ما انهزم ولا مباراة النصر مع الحكم المحلي. طارق ايش فيك ما انهزم؟ اوكي تعال جيبها لي وقل لي وش موسمين موسمين يا ابو فارس وش المباريات اللي يستحق انت قبل شوي في نوبي ابو تركي نوبي اعلام انا بعلمك ابو تركي ناظر بيعطوني فرصه. انا بعلمك يا فيصل انت قبل شوي قلت افضل فريق في الدوري فنيا دونس. لا والله قالها من افضل. طيب من افضل مدربين شو ينافس على الهبوط؟ طيب شو ينافس من افضل طيب اوكي اذا هو فريق كويس شو ينافس؟ انا اقول لك الان مع الحكام المحليين الهلال لم ياخذ الا نقطتين. طيب جميل جدا. مع الحكام الاجانب جميل اوكي كلامك سليم يا عبد العزيز. انا لا لحظه وين تكمل الله لا يضرك ما شاء الله تبارك وبكره عندك حلقه. اي ما شاء الله الله لا يضرك. لا صدق لا جد لا تعليق شوف الان اصبح في وسطنا الاعلامي ايوه الان يروج الى كذبات وهذا اللي ضحك قبل شوي. اضحك ونص. ايه يعني لا نضحك على بعضنا حنا. الهلال استفاد، نعم استفاد. النصر استفاد لان قلنا امين العام وقبل العام في بلاوي تصير احنا في يعني وقفت على الهلال يا ناس. يعني خلينا نتكلم بكل صراحه 57 بطوله. قل 1 2 3 قلنا لك 1 2 لا يلا خلاص صبر جبها عنده يد الدلهوم صارت جيت لي قلت لي يد الهوم هدف نجران الملغي يا حبيبي اللي ملغى اللي بعد دقيقه. انت الان وانت مرعي من اكثر كارهين الوضع في البيت الاهلاوي. اذا انت بتتكلم على هذه هدف الاهلي على الخليج اللي محتسب. اذا انا بعطيك اقدر انتقي. انا اقول ايش دخل الهلال في الاهلي والخليج؟ لا عشان هو لا هو شبابي. لا اعرف لاني اعرف اجيب لا هو شبابي هو حساس ما درت عنه. الشباب 3 ضربات جزاء. انت تشوف طارق انه مهتم في الشان الاهلاوي اكثر من الشبابي. ابسط حقوقه اهتم في كل والله ابسط حقوقه حقه ما في شيء حقه. بس انا قلت له مثال علشان ياخذ على احد. هو شغلته يكشف الاهلي بس. اسمعني عبد العزيز انا اجيبها لك مثال. ايوه زين لاني اقول لو بنتقي انا اقدر انتقي لكن انا اقول لا البربسه ما نبيها. لحظه ابو محمد لحظه يا اخوي خلي يدي. البربسه ما نبيها. نبيك تجي وتقول انا لا زلت اقول دعوه ووجهوها لمحمد الزايدي الفيصل الجبل لجميع الاعلاميين. اذكر الله زين اذا عندك حاجه جبها من الالف للياء. عندي كثير يلا معي يلا امشوا تعالوا معي جيبوها ضربة جزاء برا المنطقة اسمع اي مكان. طيب عندي فهمت برنامج الحين. يلا خلي اجيبها الحين. انا اجيب لا اعطني فرصه واجيب. وين انا اجيب؟ انا الحين هنا اتكلم. طلع السيف. شوف طلع السيف مره واحده وبارز. شوف رؤساء لحظه شوي. رئيس الخليج اوكي بعد مباراه النصر وش قال؟ قال لو احنا نقدر ندخل عند الحكام نتكلم بين الشوطين ندخل على الحكام ونأثر عليهم كان ما صار حالنا كذا. رئيس الرائد وش قال؟ كلنا زين مشاركين في تتويج التعاون. قال الشيء هذا ما يصير مع الحكام الا لما يصير مع الهلال. مريح مو نصراوي ما السالفه من ردح يا ابو. ما في صراحه عموما انا ما اقدر اتكلم كذا. تقول لي تكلم انا اقول لك جيب اللي عندك اسرده في برنامج وانا في والله تطن ابو الله يضرك بنتكلم لا يا عبد العزيز الله يضرك. اصبر يا ابن الحلال. ايش اكثر من رئيس الحكم رئيس لجنه التحكيم الان طالع يا اخي مو بالصراط لم تدار الامور